مرحبا بالجميع، لا تنسوا الاشتراك والضغط على الجرس والإعجاب بالقناة. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. حبيباتي مرحبا بكم فيديو جديد من فيديوهاتي. الفيديو هذا ان شاء الله اللي كنت وعدتكم به واللي طلبتوه مني بزاف، اللي هو كيفاش نحتفظوا بالتمر بعيدا وخارجا عن المجمد، خارج على الثلاجة. مهم لا ثلاجة لا مجمد لا حتى والو، فقط في دار العولة تاعنا، فقط في البلاكار نقدروا نحتفظوا بهذا التمر ويبقى عندنا مدة طويلة جدا تصل الى سنة بلا ما يصرى له حتى والو، لا يحماض لا يتفتت لا يتسكر. المهم كل شيء يبقى على حاله ان شاء الله بحول الله. الطريقه هذه طريقه قديمه جدا، كانوا يعتمدوها ناس الصحراء زمان يعني، ومعتمده كثيرا عندهم. المهم عندهم بزاف طرق الاحتفاظ حسب نوع التمر، يعني هما على حسب نوع التمر يحتفظوا به. هناك تمر يحتاج الى المجمد، هناك من يحتاج انه يتعجن، هناك تمر يحتاج فقط الى الغرف المبرده يعني شامبر فرواد ولا الى الثلاجات، هناك تمر يحتاج الى المطموره، وهناك تمر تقدروا نحتفظوا به فقط في البلاكار. اليوم جبتها لكم بالتفصيل ان شاء الله، وتحيه كبيره لكل سكان مدينه غردايه ان شاء الله، وتحيه لكل اصدقائي تما. المهم حبيباتي اليوم غادي نشارككم هذه الطريقه اللي غادي تعجبكم بزاف بزاف. فقط اخواتي نتمنى انكم تقدروا المجهود تاعي وتعملوا لي لايك وتحطوا لي واحد التعليق ان شاء الله حتى ولو بنقطه. المهم اخواتي نتمنى انكم تشجعوني وتحمسوني وتخلوني نشارك معكم بزاف تاع الامور ان شاء الله. ما تنسونيش من لايكاتكم، لكم مني كل التقدير والاحترام، ومرحبا بكم في الفيديو. اذا اخواتي التمر اللي نحتاجوه هو هذا التمر الناشف، يعني خاص يكون تمر ناشف شاد روحه، ماشي هذاك اليابس اللي يقولوا له القرباعي ولا لا، هذا اللي يكون ناشف يعني شاد روحه ماشي معسل وكل شيء. نحتاجو هنا انا عندي 2 كيلو، قسمتها على 2 صينيات، مسحتهم فقط مسحه خفيفه من بس بالفوطه، ما تحتاجوش انكم تغسلوه نهائيا. وفرشته هكا، ما خاصش تكون حبه فوق حبه، خاص تكون حبه حدا حبه في البلاطو. ونكون مسخنه الفرن تاعي على درجه حراره 100 هكا. مهم تفوتوش اخواتي، ما تسخنوش الفرن بزاف. اللي عندها فرن تاع الغاز تحط السنيم لتحت وتشعل فقط بالفوق وتنقص له، يعني خاص يكون ناقص جدا، وتقلب هذاك التمر حتى يتعرض للحراره. شوفوا اخواتي بعد اللي دخلناه الفرن كان اللون تاعه باهت، ومن بعد ولات فيه واحد لابريونس ولا يلمع يعني ولا يبريي. هذه هي الدرجه اللي نحتاجوها. انا هنا كاين عندي واحد الحبات كانوا طريين، هما اللي توشاو لي شويه، لكن الحبات الاخرين ما شاء الله. نتوما حاولوا ما تحرقوش اخواتي، فقط يسخن غايه، ما خاصه لا يطيب لا يتحرق لا يتكراميليزا، غير يسخن غايه. نجبدوه، نجيبوا واحد الكيس بلاستيكي غذائي ونجيبوا ورق يكون غذائي. انا هنا استخدمت ورق الخبز، يعني اللي نشرو فيه الباغيت. نتوما اذا ما عندكمش هذا الورق او يتباع هذا بالكيلو اخواتي، هذا النوع من الورق يدير وقيله 2000 ولا للكيلو، يتباع بالكيلو اخوات، لا استغفر الله يدير 10000 للكيلو. نتوما جيبوا فقط حق 2000 يحصرا يشد لكم بزاف المطبخ تاعكم، استخدموه للخبز للكسره لهاد الامور كيما هكا. المهم اخواتي هاد الورق تاع الخبز، اذا ما عندكمش ديروا ورق الطهي يعني ورق الزبده اللي نطيبوا به الكاطو، فرشوه في الساشي وحطوا التمر تاعكم وهو دافي، خاص يكون دافئ التمر لما نحطوه في الورق، ومن بعد نحزموا عليه في هذاك البلاستيك. العمليه هذه اخواتي اسمها عمليه التعقيم، يعني رانا عقمنا التمر تاعنا باه ما يتعرضش لاي نوع من البكتيريا ولا نوع من التسوس او نوع من الحشرات، او قضينا على اي حاجه يمكن انها تاثر فيه. ثاني عمليه هي اننا نحزم الكيس البلاستيكي جيدا على هذاك التمر، من بعد نبلعوا عليه في علبه تكون محكمه الغلق. اذا حبيبتي هادو هما اهم الخطوات اللي نديروهم ان شاء الله باش نعقموا التمر تاعنا باه يصبر لنا مده طويله. ومن ميزات هاد العمليه وسبحان الله كما قالوا لي الناس تاع الصحه تاع غردايه سبيسيالمون، قالوا لي هاد العمليه سبحان الله التمر هذا كيخرف، يعني كيدخل عليه الخريف صايي قلعوا التمر، نفضوا اللي نفضوها، قعد اللي قعد قلعوا القرباع وحده، قلعوا صفاو التمر تاعهم على حسب كما قلت لكم النوع، على حسب الجوده، على حسب كذا، وكل واحد وين يروح. قال لك كاين التمر اللي يليق
مجمد، كاين اللي يليق في الثلاجه، كاين اللي يليق في المطموره. عندهم واحد الانواع من التمر يدخلوا للمطموره ومازالوا يستخدموا المطموره الى يومنا هذا. وهناك من التمر من يخلوه فقط هكا في الطبق، يعني بعد ما يطحنوه، اللي هو القرباع اللي يخدموه سكر، يديروه في الروينه، يديروه بزاف صوالح. وكاين هذا النوع من التمر يديروا له كيما هكا ويبقى عندهم سنوات في البلاكار، يعني سنه واكثر، يدسوا من نهر رمضان ياكلوه، يعني على طول العام يكون عندهم التمر. بالنسبه اخواتي لهذه الطريقه كما قلت لكم فيها الميزه الاولى انه كي يدخل عليهم الشتاء، يعني الشتاء بارد، فما حتى في الصحراء يكون شويه تاع البرود، يعني ما يتعرضش التمر للفساد. ثاني عامل اللي هو قلت لكم التعقيم، بما اننا عقمناه فاحنا قضينا على اي حاجه يمكن انها تسوس داك التمر ولا تفزده. فشوفوا اخواتي هنا بعد مرور شهر و10 ايام فتحت امامكم الحبات، سبحان الله قعدت نشم فيه، قعدت نواسي فيه، ما تبدلت لا الريحه تاعه الاحماض الاقراص. بوغطون لو كان حطيته في الثلاجه مده 15 يوم على الاكثر يكون دار الريحه التمر، يعني يكون قراص هكا تحماضت الريحه تاعه. لكن سبحان الله هو في البلاكار فقط، وسبق لي وشاركته معكم في دار العوله ووريته لكم وقعد على حاله، يعني هو التمر الحمد لله. فقط النوع اخواتي تاع التمر خاص يكون الناشف، الحراره تاع الفرن تكون منخفضه، وخلوه مده طويله حتى يسخن التمر تاعكم ويسخن حتى للعظم، يعني اللي داخل فيه خاص يكون سخون. من بعد نجبدوه ونحطوه في ورق، من بعد من هذاك الورق في بلاستيك نحزموا عليه ونحطوه في بيدوس. وهادو انا اللي شفتهم عندهم واللي قالوا لي عليه هما يحطوه في البيادن كيما تاع البنتوره، يعني هذوك تاع الزيتون، بيادن كبار تاع الزيتون يعمروهم بهذا التمر، وسبحان الله يبقى معاهم لسنه واكثر خارج المجمد خارج الثلاجه. نتمنى اخواتي ان الفكره تاع اليوم عجبتكم، انكم تعتمدوها وتجربوها. انا ان شاء الله بحول الله تعالى غادي نشري كميه اخرى وغادي نضيفها. انا هنا عندي 2 كيلو، غادي ان شاء الله نحاول انني ندير على الاقل 2 كيلو اخرى او 3 ونخليهم عندي في البلاكار ياكلوهم وليداتي ان شاء الله بالصحه والستر. المهم اخواتي هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى ان شاء الله اني نكون فدتكم. ما تنساوش اخواتي انكم تخلوا لي لايك ليا ولك الاصدقاء اللي راهم يشوفوا فيكم في هذا الفيديو، شجعوهم هما ايضا وشكرهم على هذه الفكره، الناس غردايه وناس مثليلي وكل حبابنا ان شاء الله. تحياتي لكم، نبغيكم بزاف، السلام عليكم.